مجلس الزمالك من كتر انجازاته يا هرم عايزين يحلوه، وكل واحد كل شويه يطلع يقول لك ايه حلوا مجلس الزمالك. المجلس اللي عمل طفره انشائيه وطفره عمرانيه وطفره ماليه عايزين يهدوه. مين اللي بيعمل كده؟ اعداء الزمالك. إدارة نادي الإسماعيلي وحلها وفي مخالفات مالية أو مخالفات إدارية. النهارده لو أنت بتتكلم وضرب مثل بالأهلي إن الأهلي بيصرف مليارات، النهارده إن أنت بتتكلم لا تقول في أندية في أندية هو قصده على الأهلي النهارده. ما بيراميدز شوف المجاملة للزمالك، لو أنت النهارده المعاملة بالمثل. نادي الإسماعيلي في لجنة اتعملت، في لعيبة ليها مستحقات ما خدتهاش، في القيد اتوقف. طب ما الزمالك كام لجنة نادي الإسماعيلي على مدار 40 سنة؟ الزمالك كمان بكرة نادي الزمالك كتب شكوى رسمية ضد الكابتن أسامة حسني. كنت اتكلمت فيها امبارح عن تصريحات كابتن أسامة حسني، طبعا لاعب نادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي في قناة النادي الأهلي. كان ليه حوار وكان يتكلم فيه يعني بطريقة مش جيدة عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وده اتكلمت فيه. زي ما قلت لحضراتكم ان في شكوى ستقدم غدا للمجلس الأعلى للإعلام ضد الكابتن أسامة حسني، لأن الحقيقة كل الكلام اللي قاله غلط. ميدو على حق، هو اي هبد وخلاص. فين الدليل؟ مش اي حد يطلع يضرب مفك في سمعه الزمالك يا هرم. شويه يطلعوا يقولوا الزمالك باع ارضه في اكتوبر، الزمالك باع وحدات سكنيه للناس والارض طارت وفلوس الناس طارت. لا بقى، دول قاصدين يا هرم يضربوا مفك في سمعه الزمالك في سوق المقاولات. تطلع في التلفزيون وتقول ان مجلس اداره الزمالك باع جزء من ارض 6 اكتوبر دون الحصول على التصاريح اللازمه. ده اتهام خطير، اتهام خطير. انت لازم عشان تطلع تقول كده تبقى متاكد مليون في الميه ان الكلام اللي انت بتقوله ده صح. قال ان انتوا خدتوا 800 مليون جنيه من ده من بيع بقى. من بيع ايه؟ من البيع الوحدات البنائيه دي، يعني الوحدات الاداريه دي، من بيع الوحدات الاداريه دي التي لم يتم انشائها حتى الان 800 مليون جنيه. كلهم بيعملوا كده. تمام يعني يعني صح كده؟ يعني استلمتم 800 مليون جنيه. دخل النادي 800 مليون جنيه. لا 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 لا، بس ده مش دليل كفايه يا هرم. احنا اكيد قمنا بدور مع وزير الاسكان في جزء قانوني في النيابه وبنتابع هذا الموضوع. المجلس يعني بيقوم بدوره المستند والقانوني. الموقف طالما راح لجزء فيه تحقيقي، لكن احنا الحقيقه مش هنسيب مؤسسه اكيد يعني. وده برضو دليل مش كفايه. ايه يعني مخالفات الزمالك في ارض اكتوبر اتحولت للنيابه؟ المدان بريء حتى تثبت ادانته. هتقول لي مدان واعترف امين الصندوق حسام المندوه على الهوا انهم باعوا وحدات سكنيه ب 800 مليون جنيه للناس، يعني باعوا لهم الهوا. هقول لك برضو ده دليل مش كفايه. ايه يعني هو الزمالك هيطير يا جماعه؟ الموضوع بسيط، واللي انت شايفه ده يا صديقي مستندات بيع ارض الزمالك في 6 اكتوبر لشركه مقاولات. اللي طلع المستندات دي مجلس اداره الزمالك سربها لواحد من نجوم الزمالك الكابتن تامر عبد الحميد. طبعا احنا ملناش علاقه بالليله دي، بس دي كلها ادله غير مقنعه يا هرم لحل مجلس اداره الزمالك. ايه يعني شويه مخالفات في النيابه بيتم التحقيق فيها، لما يتم ادانتهم نبقى نشوف. مجلس الانجازات ما ينفعش حد يهده. المجلس اللي دخل 800 مليون جنيه لنادي الزمالك من ارض اكتوبر بس كده في ساعتين، في اقل من 18 شهر. المجلس اللي خد من ممدوح عباس 700 مليون جنيه تبرعات، يعني دخل لنادي الزمالك في اقل من سنتين في 18 شهر بالظبط 1.5 مليار جنيه. صرفوها فين؟ التزامات الزمالك كتير يا هرم، والمياه المعدنيه غليت بقى. ومن كتر انجازات مجلس لبيب خد اول مكافاه من الجمعيه العموميه، دعوا لانعقاد جمعيه عموميه لاعتماد لائحه النظام الاساسي زي ما الاهلي عملوا كل الانديه. الدنيا مرت بسلام في الانديه كلها الا في الزمالك. الجمعيه العموميه بدل ما تحضر باكتمال كامل وفرحه عارمه، الناس اللي دخلت فلوس وشهيصه النادي امتنعوا عن الحضور. 800 واحد بس اللي حضروا. ده هرم قال لو كلموني كنت سهرتهم في ليله زي دي وبعت لهم يجي 5-6 آلاف واحد يمسي عليهم ويسترهم. ولكن اللي حصل ده هو بدايه العقاب لمجلس اداره تورط كبير جدا فيما يخص ارض 6 اكتوبر. لمين 800 مليون جنيه وما خرجوش اعترفوا. نجوم الزمالك طالعين زي الكابتن احمد حسام ميدو وفي قناه الزمالك يقول لك الله عندك دليل يا اسامه يا حسني عشان تتكلم انت؟ طيب احنا هنقدم فيك شكوى للمجلس الاعلى للاعلام. اي حد يطلع يتكلم على طول لازم يقفل بقه على طول. تهديدات وارهاب وتخويف الناس في الحديث عن قصه ارض 6 اكتوبر، علما بان وزير الرياضه قال الموضوع في النيابه، يعني بيرمي الكوره في ملعب الجمهور. بيقول لهم ان المجلس ده تورط وتورط كارثي. لما الموضوع يرتبط بالمال العام وانت بتتكلم على رقم 800 مليون جنيه
الفلوس دي راحت فين؟ وازاي انت تعمل حاجه اساسا مخالفه للواقع، مخالفه للورق؟ ازاي انت ما تاخدش موافقه الجهات المختصه، وازاي انك انت ما تاخدش اعتماد قرار من من الجمعيه العموميه، تطرح الموضوع على جمعيتك العموميه ثم بعد كده تاخد الموافقه عليه وتمشي بعد كده في الخطوات السليمه بتاعتك؟ لا، احنا نشغل دماغنا بقى. الناس بتحب الزمالك في الدوله والزمالك هيبقى مسنود. لا، الدوله ممكن تسند الزمالك وتسند الاهلي، ولكن مش هتسند اشخاص تلعب بمقدرات الانديه دي، والفرق كبير. نقفل الزمالك ونخش على الاهلي ونشوف الصفقه التقيله اللي الاهلي حط عينيه عليها. طرزان ايفواري الاهلي بيفكر فيه. ابراهيم ديباتي حكايته ايه؟ مهاجم بيعمل قفزة خرافية في أقل من سنة، من لاعب قيمته 175 ألف يورو وبيلعب في دوري الدرجة الثانية السويدي لحد شهر 12 2024 لمهاجم بيتحول لهداف الدوري السويدي في 26 مباراة، 19 مساهمة تهديفية، سجل 15 هدف وصنع 4 أهداف. عمره 25 سنة وطوله 185 سم. تألقه ده عمل تحول في قيمته التسويقية، من لاعب قيمته 175 ألف يورو قبل سنة للاعب وصلت قيمته 1,200,000 ألف يورو في أقل من سنة، لما لعب من دوري الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى مع جيس السويدي. مجرد التحول ده لمع تحت سماء الدوري السويدي، وأصبحت قيمته التسويقية تلمع وتزيد كل مباراة بعد التانية. أنا بكلمك على المهاجم الإيفواري اللي بوصفه بالطرزان. الصفقة دي هي صفقة من العيار التقيل للنادي الأهلي. أنت عايز مهاجم يكون مهاجم صندوق قوي جدا، مهاجم يكون يعرف يضرب بالضربات الرأسية، مميز جدا فيها، مهاجم يكون سريع، هو رائع في دي، مهاجم يكون فايتر وقوي ويقدر ان هو تشوف مهاجم نسخة وسام أبو علي، تشوف مهاجم نسخة فيستون مايلي مع بيراميدز، تشوف مهاجم بيخطف ويجري ويجيب لك بطولات. هو ده وهي دي النسخة اللي انت عايزها موجودة في المهاجم الإيفواري. أحب أقول لك اشتري، واشتري المرة دي بالجامد قوي، ادفع وهات الصفقة دي لأنها صفقة تقيلة. هتقول لي الله، طب لو 1,200,000 ألف يورو، طب ما الصفقة كده حنينة. هقول لك لا، ده قيمته التسويقية ممكن نادي يطلب فيه 1,500,000 ألف يورو، 1,600,000، 1,700,000. أنا بقول لك خلص على طول وخد بضمان القناص، اشتري مني. هل يراوغ الاهلي بيراميدز في صفقة الفهد المفترس؟ اتعرض على الاهلي من 3 سنين ورفضته لجنة التخطيط، وكانت قيمته 800,000 دولار، ولجنة التخطيط دلوقتي وافقت انها تجيب الفهد المفترس، فهد بيراميدز وصانع مجده، الراجل اللي جاب لهم دوري ابطال افريقيا وجاب لهم السوبر الافريقي وحط معاهم بطولة كأس القارات بثلاثية في أهل جدة السعودي علشان يدخل التاريخ. فيستون مايلي. فيستون مايلي الجوهرة التي لمعت أتى بها بيراميدز من الدوري التنزاني من يانج أفريكانز، جابوا من هناك بقيمة لا تتجاوز 300-400 ألف دولار، 500 600 800. تخيل ان اللاعب ده قبل بيراميدز كان معروض على النادي الاهلي، ولجنه التخطيط في الاهلي قالت لك لا بلاش منه. النهارده فيستون مايلي هو الغزال، هو الفهد المفترس لكبار انديه قاره افريقيا. شفنا فيستون مايلي بيعمل ايه في نهضه بركان، اخطف واجري وادي البيراميدز بطوله السوبر الافريقي الاولى في تاريخها قدام سان داونز، اخطف واجري حط هدف علشان تمهد الطريق للصعود على عرش قاره افريقيا. فيستون مايلي اللي حط هاتريك في اهل جده السعودي على ملعب الجوهره المشعه، وكان شعاع فيستون مايلي هو الاعلى من الجميع. فيستون مايلي النهارده قيمته التسويقيه هتقول لي 3 مليون، هقول لك ايه 3 مليون يورو يعني. فيستون مايلي النهارده الارقام اللي محطوطه فيها على الترابيزه من الخليج داخله في 7 و8 مليون دولار، وباليورو اتكلم كمان. لكن انا بكلمك على بيراميدز الناحيه الثانيه اللي بيقول لك لا، ده انت والشيبي احلى ثنائيه مع بعض، انتوا الاثنين توأم كده، توينز، ما ينفعش تتفكوا عن بعض، انتوا الاثنين شالوا واحده وبضاعه واحده، وانتوا الاثنين تميم حظ الفريق، انتوا معانا ومكملين. طيب فيستون مايلي عقده هينتهي ويحق لي الرحيل عن بيراميدز، وده لاعب اجنبي، فهل ممكن الاهلي يكون صياد؟ هتقول لي ماشي، ما هيطلب في العالي، و8 مليون هي اللي احنا نديهم لفيستون مايلي. هقول لك الموضوع لما يبقى مع النادي الاهلي والموضوع في ترابيزه المفاوضات، سيبك من الارقام اللي بتردد، ولكن خلينا على ارض الواقع. تقدر تجيب فيستون مايلي، تقدر تجيبه. هتقول لي اصله عجوز، هقول لك عجوز ليه؟ 31 سنه، طب ما انت جايب تريزيجيه 31 سنه، ولكن ده شوف الغزال ده واقف ازاي على الارض، جايب 3 بطولات لبيراميدز، 3 تاريخيين ما حصلوش وما عملهمش الزمالك. يعني الزمالك مثلا ما خدش بطوله دوري ابطال افريقيا ولا كاس الثلاث قارات ولا سوبر الافريقي في سنه واحده، والزمالك اساسا ما خدش بطل الثلاث قارات، يعني بطل نص العالم ابدا.
انا بكلمك على ارض الواقع. لاعب ساهم لنادي ابن امبارح ما عندوش ب2 جنيه جماهير، خلاهم ابطال دوري ابطال افريقيا، الزمالك ما قدرش يعملها من 23 سنه. فانت بتتكلم على قيمه فعليه على ارض الواقع. 31 سنه تدفع في 2.5 3 مليون دولار ليه هو ويمضي لك، انت الكسبان. تديله مرتب سنوي زي ما انت تتفق معاه 2 وربع، محترم جدا. انت بدون المهاجم ماشي بتعرج، ماشي بتزك، وعايز كمان ظهير ايسر. الظهير الايسر وانت ما شاء الله عندك السوق المحلي كله مضروب. هتقول لي طيب القناص خلينا في فيستور مايلي الاول، انت شايف ايه؟ انا شايف الصفقه صعبه، وشايف الاهلي ما بياخدش خطوات سريعه ناحيه فيستور مايلي، وشايف ان الموضوع متقشر، ولكن الاهلي بيقعد كده بيقول لك ايه؟ لو جالنا لحد عندنا نقعد على الترابيزه ونتفاوض، لو اتفقنا نخلص ونمضي. انا شايف الموضوع 30% الاهلي، 70% مكمل مع بيراميدز من الاخر. لكن لما تيجي تبص على الظهير الايسر، انت محتاج من بعد علي معلول فرده شمال. كوكا مش هنظلمه، ولكن نقدر نقول ان قرار رحيل علي معلول كان غلط. ما ينفعش تمشي علولو برجل واحده افضل من اللي بيحصل في الجبهه الشمال بتاعتك. وبالتالي محتاج ظهير ايسر، محتاج مهاجم في يناير، الحق نفسك. لكن لما تيجي تدخل على الزمالك هتلقى سيف الجزيري الزمالك بيقول له مع السلامه في يناير، هات العرض بتاعك علشان نبيعك. شيكو بنزا او شيكو مشاكل، شيكو رأس، شيكو دلع، شيكو دوشه، شيكو ما فيش اي حاجه على ارض الواقع. الزمالك برضو بيديله انذار اخير قبل البيع. طبعا نادي شيكو بنزا رفع قضيه على الزمالك عشان بيقول لهم عايز ال 800,000 دولار بتوعي، انتوا خدتوا مني الصفقه بالتقسيط، ولكن انا لحد الان ما قبضتش منكم لا ابيض ولا اسود. طبعا غير عبد الحميد معالي الولد اللي موجود دلوقتي في الزمالك، والناس هناك بتقول لك مش لاقي يصرف، ما معهوش فلوس يجيب اكل. وطبعا النادي بتاعه هناك بيقول لك والله عايزين الفلوس بتاعت عبد الحميد معالي، انتوا قلتوا نقسط الصفقه واحنا قسطناها، لكن فين الاقساط؟ محدش التزم معانا. هنرفع قضيه على الزمالك في المحكمه الرياضيه الدوليه. ده غير فيريرا الراجل اللي طلع خلاص بتصريح رسمي قال لك اللاعيبه الصغيره اللي ما معاش فلوس تجيلي، قلبه حن ودق، فقال لهم هديكم فلوس. تخيلوا، يبقى الخواجه الاجنبي جاي لنادي الزمالك علشان يلم الفرقه، عايز يصرف من جيبه مصروف يومي مثلا للعيبه علشان تمشي نفسها. تخيل وضع الزمالك ده. مين وصل الزمالك للوضع ده؟ نادي في اقل من 18 شهر دخل له 1.5 مليار، 800 مليون من بيع الوحدات السكنيه بتاعت ارض اكتوبر، 700 مليون جنيه تبرعات من الاستاذ ممدوح عباس، ده غير القروض اللي انا ولا انت نعرف عنها اي حاجه. وتيجي تقول اللي بيتكلم عن الزمالك بشكل سلبي يقول لك انت بتهد الزمالك. لا، انت افضل انفخ في الزمالك وهو بيغرق قدامك. انا مش هتكلم عن الزمالك ربع كلمه. لو انت عاجبك اللي بيحصل في ناديك ده خلاص خليك ساكت. عزيزي المتابع، شكرا جدا للمتابعه للنهايه. اضرب لايك واشترك وفعل زر الجرس، وسلام.